هحكي لكم ازاي انا خسيت 20 كيلو في شهر بكل سهولة. يعني الموضوع مش صعب خالص. هو الموضوع بيعتمد على شخصيتك انت. يعني مدى قوة العزيمة عندك هي اللي بتخليك الموضوع عندك بيكون سهل. لان في ناس بتبقى رافضة ان هي تخس، شايفة ان الموضوع ده صعب وازاي هتسيب الاكل وازاي بتهيألها ان الحاجة دي صعبة. اولا في نقطه مهمه لازم اي حد عايز ينزل وزن يحطها في دماغه، ان الاكل ده يحط في دماغه ان هو عدو ليه، ان ده هو ده سبب زياده وزن، سبب اللي هو فيه. هنبعد بقى شويه عن موضوع الاكل ده وهقول لكم انا خسيت ازاي. انا جات لي فتره من الفترات كان وزني زاد شويه بسبب كنت تعبت شويه، يعني غيرت جو فتعبت شويه. فانا نفسيتي لما بتتعب انا مش باكل تماما، يعني ببعد عن الاكل. فتره من الفترات انا بعدت عن الاكل خالص، يعني لدرجه يحطوا لي طبق الشوربه انا معلقه واحده، هي معلقه واحده اللي بقى طول اليوم. فالنتيجه باختصار، عشان انا مش بحب اطول، النتيجه باختصار جسمك مش بيلاقي حاجه يحرقها، فبيبتدي يحرق الدهون المتخزنه، يبتدي يخلص منها. فبس هو ده كل الموضوع. البعد عن سبب المشكله هو الحل بذاته يعني. فانا لما بعدت عن موضوع الاكل ده، انا اصلا مش باكل، مش واحده بتحب الاكل، لا خالص. انا الوجبه بتتحط قدامي باكل ربعها وببعد الطبق. فاي حد عايز ينزل وزن ما يحطش في دماغه ان دي مشكله، انت دلوقتي بتعالج المشكله. يعتبر ان الاكل ده هو عدو ليك، هو سبب النتيجه اللي انت وصلت ليها، اللي هي مش مرضيه ليك. فنبعد عن الموضوع ده. فانا بمجرد ما بعدت عن الاكل اوريدي خالص، جسمي بدأ لوحده بينزل الدهون، ما بقيش حاجه يحرقها، حرق الدهون نفسها، مش حرق الاكل اللي باكله، حرق الدهون بقى المتخزنه. فيا جماعه الموضوع مش صعب. الاكل ده مش حاجه، الاكل ده حط في دماغك ان هو عدو ليك، بيهلك جسمك. ومش موضوع دايت، ما تحطش في دماغك ان هو ده موضوع دايت، لا، حط في دماغك ان ده نظام غذائي سليم، نظام غذائي ليك انت صحي لحياتك تستمر عليه مدى الحياه. فبس اللي عايز يخس ما يلجأش لجيمات، لان في ناس بتروح الجيم حاطه في دماغها ان هي بمجرد وجودها في الجيم ده هو ده الحل، حتى لو ما عملتش حاجه. لا خالص، الجيم ملوش علاقه لا بالزياده ولا بنقصان. الحاجه دي بتنبع منك انت، هو الاكل سبب التدمير. هنبعد عن اساس المشكله، نبعد عن الاكل. انا بقولش ما تاكلش، انا بقول لك عن التجربه اللي انا مريت بيها، ان انا لما بعدت عن الاكل حرقت 20 كيلو في شهر، جسمي نزل نزول مفاجئ. فالعلاقة الحاجة ملهاش علاقة بحاجة. وابعدوا تماما عن اللي يقول لكم وجبة تخسيس والكلام ده، الحاجات دي بتدمر الجسم تماما، ده سم قاتل، ده حاجة موت على البطيء. فدي الحقيقة. أنا حكيت لكم عن تجربتي أنا واللي أنا مريت بيه، لأن أنا لما بعدت عن الأكل آه، حرقت 20 كيلو في شهر، ودي حقيقة، دي حقيقة. آه، اللي أنا هقول لكم عليه دلوقتي هو ده اللي لازم يتعمل لأي حد عايز ينزل وزن، ومفيش غير الطريقة دي. هي وجبة واحدة في اليوم هياكلها في الميعاد اللي هو مناسب ليه. مثلا انت صحيت الصبح من النوم، خلاص، ح... مثلا انا مثلا بشرب فنجان قهوة الصبح، ده فطاري. انا بشرب فنجان قهوة، ده فطاري. بعديها بقى ب3 4 ساعات باكل الوجبة بتاعتي، هو ده اكلي. خلاص، تاني يوم في نفس الميعاد باكل في نفس الميعاد ده الوجبه بتاعتي. فانت كده بتعمل تكميم معده. النظام ده تكميم معده واحسن، لان انت كده حاجه طبيعيه. هيكون وجبه واحده في اليوم في الميعاد المناسب ليك، هتاكلها. تاني يوم في نفس الميعاد هتاكل برضو الوجبه بتاعتك، اللي هي الاكل صحي، كل اكل صحي. ما بقولكش بقى تاكل بقى حلويات وتاكل وتلخبط في الاكل وتاكل حاجات محمره. هتحط وجبه
منوعه وهتاكل اكل صحي. الوجبه دي هتفضل عليها لتاني يوم، هتلاقي نفسك اتعودت على النظام ده، جسمك اتعود على النظام ده. هتلاقي نفسك بعد كده مش قادر تكمل الوجبه، عود نفسك ان انت ما تكملهاش، قول لا مش هكمل الاكل، وهتلاقي نفسك قدرت وبتقاوم وتعودت على كده، وبقى ده النظام بتاعك. خلي ده اسلوب حياتكم، ده اسلوب الحياه بتاعكم، ولا تكميل معده بقى تقولوا ولا اي حاجه. هتلاقي نفسك لوحدك جسمك بقى حاجه طبيعيه، وتلاقي جسمك بتخس. يعني الحاجه اللي بتخسها جسمك بيتشد لوحده، بتخس وجسمك بيشد لوحده. ده معجزات بتحصل في الجسم. تلاقي جسمك بقى بيخلص من السموم، بشرتك بتبقى نقيه، بتلاقي نفسك خفيف، نفسيتك حلوه. بس يا جماعه اللي عايز يخس ما يضحكش على نفسه، عالج نفسك بنفسك. نبعد عن الحاجه اللي هي بتضرنا. احنا كده بنبعد عن الضرر، بعدت عنه، هتلاقي نفسك بقت حياتك ناجحه، جسمك نفسيتك بقى بتتحسن، بتلاقي جسمك لوحده بيتعدل. فده بيرجع عن نفسيتك انت. بس يا جماعه ده اللي حصل لي بكل امانه، واتمنى ان اللي يسمع الفيديو ده هي دي الحقيقه. يعني في دكاتره سالتني انت خسيت ازاي، خسيت ازاي؟ فعلا دي حقيقه. هو ده الطريق الوحيد، فما تخلوش طريق مسدود، بالعكس ده اسهل طريق، دي اسهل حاجه ممكن تحصل لك، يعني ممكن انت تعملها. بس يا جماعه